السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم بقناة أكلات أمي وستي. راح أعمل معكم لليوم طبق الفول. طبعا كلنا بنعرفه، بس أنا اليوم راح أعمله على طريقتي وإن شاء الله راح تعجبكم. اليوم طبقنا مفيد ومغذي، خاصة بفترة الصبح كتير طيب. يعني لو عملناه بيكون عبارة عن وجبة، يعني بتغنينا عن كل الوجبات. بسم الله نبدأ. أول شي بحتاج لراس بصل أبيض، راح أفرمه فرم ناعم كتير. بحتاج لقرن فلفل حار، طبعا هون اختياري، إذا بتحبوا تحطوا ممكن تضيفوه، ما بتحبوا لا تضيفوه. طبعا أنا فتحته ونظفته من جوا، شلت كل البذور اللي داخله وراح أقطعه قطع صغيرة. بحتاج لحبة بندورة، حبة واحدة، راح أقشرها وأقطعها وأفرمها فرم ناعم. بعد ما أقطع البندورة بحتاج تلت سنون من التومة، طبعا راح أهرسهم هرس، ممكن تقطعوهم تقطيع عادي بالسكينة. هيك بكون جهزت التومة والبصل والبندورة والفلفل. نيجي للتحضير. بحتاج لمقلة، راح أضيف عليه ما يعادل 5 معالق من زيت الزيتون. راح أضيف فوق الزيت راس البصل اللي فرمته، طبعا راح أدبله لراس البصل بالزيت كتير كويس. بعد 3-4 دقايق اتدبل راس البصل، راح أضيف هلأ فوق التومة. بحركهم مع بعض كتير كويس للبصل والتومة والزيت. راح أضيف هلأ فوقهم قرن الفلفل الحار. هيك بتركهم لمدة دقيقتين لحد ما يتدبلوا مع بعضهم. بعدين بضيف عليهم حبة البندورة. راح دبل البندورة هلأ مع البصل والتومة والفلفل حتى يختلطوا ببعض. عندي هون علبة الفول، هاي النوعية كتير كويسة، أنا بستعملها على طول. طبعا راح أتخلص من السائل اللي داخلها لأنه بتكون فيها مواد الحافظة. طبعا بكبه وبغسلها مرتين. راح أضيف الفول هلأ فوق البصل والبندورة، بحركهم مع بعض حتى يتدبل الفول عندي ويطرى شوي. طبعا أنا هون أضفت ربع كاسة من المية للفول حتى يساعد على إنه الفول يستوي أسرع. بعد 4 دقايق بلشت أهرس في حبات الفول. طبعا ضروري إنه نهرس حبات الفول كتير كويس، طبعا وبما إنه استوى عنا الفول فراح ينهرس بكل سهولة. ممكن تهرسوه بالشوكة أو بالآلة اللي أنا بعمل فيها، إذا مش موجودة عندكم استبدلوها بالشوكة. راح أضيف معلقة من الملح، طبعا الملح حسب الرغبة، ممكن تضيفوا ممكن تقللوا. طبعا أنا هون بعد ما هرست الفول حسيته بلش ينشف، زدت له كمان ربع كاسة من المي وحركته. راح أضيف هلأ فوقه طحينية، ما يعادل 3 معالق من الطحينية. بنحاول نحركه كتير كويس الفول مع الطحينية. راح دوقه هلأ وأشوف إذا بحتاج للملح زيادة ممكن أضيف. طلع هيك ممتاز الملح. راح أضيف هلأ عصير حبة ليمون كاملة. وبهيك الفول بكون صار عنا جاهز. طبعا إذا بتحبوا تحتفظوا بلونه البني خففوا كمية الطحينية، بس مع الطحينية كتير طعمه طيب. راح أضيفه على صحن التقديم.
وراح أقدمه وهو سخن. الفول كتير طيب وهو سخن. راح أضيف عليه زيت الزيتون، وطبعا بتزينوه مثل ما انتو حابين. أنا زينته بشوية فلفل، ممكن بقدونس، ممكن نعناع، اللي موجود عندكم ضيفوه. وبهيك بكون صار عنا جاهز أطعم صحن فول. طعمه كتير طلع رائع بصراحة. بتمنى انكم تجربوه على طريقتي، وان شاء الله رح يعجبكم. بتمنى انكم تعملوها على طريقتي، وان شاء الله رح تعجبكم. صدقوني انه طعمه كتير طيب. بتمنى منكم ما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا لكل الأصدقاء الموجودين معي على القناة.